كلها كام يوم وابل هتعلن عن تحديث iOS 27 الجديد. كل المزايا اللي هتنزل رسمي انا جايبها لكم في تسريبات النهارده. اهلا بيكم، معاكم ميجو. سيري اللي احنا متعودين عليها خلاص انتهت، مش هيبقى مجرد الصوت اللي بيرد عليك بجملة ويسكت، وده لان سيري هيتغير مكانها خالص وهتكون موجودة في الديناميك ايلاند فوق، وهتكون محادثة حقيقية كأنك بتتكلم مع بني ادم بالظبط. والاجابات اللي سيري هترد عليك بيها هتكون من جوه جهازك او من على الانترنت. بس في حاجه هنا في سيري محدش كان يتوقعها، وهي ان سيري هتكون مدموجه مع جوجل جيميناي. ابل كانت متاخره قوي في الاي اي وخلاص خضعت لفكره ان جوجل احسن منها في الذكاء الاصطناعي. بجانب ده كله ابل هتعمل ابلكيشن جديد لسيري، واجهته هتكون شبه الواجهه بتاعه ابلكيشن اي مسج، زي ما يكون كده في شات بينك وبين حد وتقدر ترجع له في اي وقت. الجامد في التطبيق ده انه مش هيكون معمول لسيري بس، ده كمان تقدر عن طريق التطبيق تخش الشات جي بي تي وكمان اي موديل ذكاء اصطناعي انت بتحب تستخدمه. يعني من الاخر ابل فتحت الباب قدام الناس وسابتك تختار اللي انت عايزه. طب خلينا دلوقتي نتكلم عن الكاميرا. الكاميرا من 2007 لحد 2026، حوالي 19 سنة ما حصلش أي تغير في تطبيق الكاميرا. وانا هنا اقصد مش تغير في الشكل، لا، تغير في الكنترول بتاع تطبيق الكاميرا. دايما كنت بتنزل ابلكيشن تاني عشان تغير في الاكسبوجر او الدبس اوف فيلد، او عشان توصل لهم على تطبيق الكاميرا بتاع ابل بتدخل في كذا خطوه، ولو قفلت البرنامج وفتحته بتبقى كل السيتنج دي لازم تعملها من الاول. في اي او اس 27 ده بيتغير بشكل كبير، هيكون في ادفانسد مود. المود ده تقدر تغيره وقت ما تكون انت عايز، وهتقدر تحط فيه اي كنترولز انت محتاجها او بتستخدمها بصفه مستمره، يعني زي كانها ويدجت كده بالظبط. وكمان تقدر تربط مود معين بصوره بس او فيديو بس. كمان جوه تطبيق الكاميرا هيحطوا فيجوال انتليجنس اللي كان بيخليك تقدر تصور النبات وتعرف اسمه عن طريق الاي اي، او مثلا لو قابلك بوستر في الشارع ولا حاجه تقدر تاخد الصوره دي ويحطها لك في الكالندر او التقويم. قبل كده الميزه دي كانت موجوده في زرار الكاميرا كنترول، وفي الاغلب محدش بيستخدمه، فكانت الميزه مرميه ومحدش بيستخدمها. كمان هيضاف سيري مود، ده هيكون عن طريقه ان انت تصور الاكل ويدي لك القيمه الغذائيه لكل وجبه انت بتاكلها، او مثلا لو كارت بنك ولا حاجه يقدر ان هو يطلع لك الارقام على طول من غير ما انت تقعد تنقل الارقام. في كام ميزه بقى هتضاف في الصور، وكمان الجزء بتاع تعديل الصور. مع اي او اس 27 سيري هتقدر تزود لك مساحه الصوره، يعني انت لو واخد صوره زوم شويه ومحتاج توسع الصوره بتاعتك، عن طريق سيري او الذكاء الاصطناعي بتاع ابل هتقدر توسع الصوره بتاعتك وتاخد صوره مختلفه نهائي عن اللي انت كنت واخدها اصلا. المشكله بقى ان في تقارير بتقول ان التجربه دي قبل لما جربتها ما كانتش احسن حاجه، وبالنسبه لي دي مش حاجه غريبه شويه، لان كده كده الاي اي بتاع ابل يعني مش احسن حاجه يعني. فخلينا نشوف الكيبورد بتاع ابل. لو انت شايفه ان هو مش احسن حاجه، ففي شويه تفاصيل فعلا فيه كانت رخمه. ابل هتضيف الذكاء الاصطناعي للكيبورد بتاعها عشان يقترح لك كلمات انت بتستخدمها بصفه مستمره، والكلمات دي اللي هي بتكون بتظهر فوق الكيبورد على طول. الليكويد جلاس بقى ابل عرفت ان في ناس حباه وفي ناس مش حباه، فهتضيف خاصيه ان انت تقدر تلغي الليكويد جلاس نهائي او تخلي مستوى الشفافيه في الليكويد جلاس قوي قوي. وكمان التاب بار هيكون شريط واحد بدل ما كان منفصل اتنين زي ما كان في تاريخ ابل كله. كمان الاي اي هيخش في تطبيق المناخ بتاع الايفون. عندك هيدمجوا درجة الحرارة والرياح والامطار كلهم في مكان واحد بدل ما كنت بتقعد تدور عليهم قبل كده وكل حاجة في مكان. سفاري هيحاولوا يحسنوا التابس اللي بتبقى مفتوحة كتير، وكمان الستارت بيج هيحاولوا برضو يدخلوا فيها الاي اي عشان يساعدك في عملية البحث. الاجهزة بقى اللي مش هتدعم اي او اس 27 السنه دي معانا هو ايفون 11 بكل سلسلته، وايفون اس اي من الجيل الثاني. النسخه البيتا بتاعت التحديث ده هتنزل يوم 8 بعد المؤتمر، انما التحديث هينزل رسمي في نص شهر 9. اي او اس 27 هو مش التحديث المبهر زي اي او اس 26، ولكن هي بتحسن حاجات باظت في اي او اس 26.